عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. اشوف انا عملت ايه النهارده كده. بصوا كده، عندي 4 كوبايات سمنه مسيحاهم كده على النار، مسيحاهم بس، مفككاهم بس، مش عامله فيهم اي حاجه. وعندي ده حوالي كيلو لبن، قولي كيلو لبن مروباه، مفضيته كده في الحله اللي اتخلت دي، حطيته على ترابيزه المطبخ شويه، انتوا عارفين ان الجو حر، وحطيته في التلاجة. بصوا كده خاتمه حلو ازاي. وعندي سكر، وعندي نص كيلو لبن ده برضو واخدين منه حبه لو محتاجينه، وعندي 4 كيلو دقيق. هنعمل بقى حبه تراي بس على قد بقى ايه، مش هاخد الدقيق ده كله، على قد ما السمنه واللبن ياخدوا دقيق. الطبق ده مكانه دقيق، بس انا مفضياه هنا. هجيب السمنه كده افضيها هنا، دول 4 كوبايات كبار، 4 مجات كبار، ما همش صغيرين كده. وهنزل اللهم صل على النبي باللبن الرايب ده برضو كده. بصوا بقى رايب عامل ازاي، مقطع، مش مقطع خالص، حته واحده كده. وهنزل بالنص كيلو لبن ده كمان كده. واحط اللهم صل على النبي معلقتين 2 سكر كده. هشيل دي عشان دي مش هتعمل حاجه. وهدوب بصوا اللبن، افرطه بقى كده، اللبن هسيحه كده علشان هو ايه، عامل زي الزبادي كده. بصوا كده، فككت اللبن كله اهو، فككته من بعضه كده، ودوبت السكر ودوبت الملح زي ما انتم شايفين كده على السمنه. هنزل بقى على قد ما ياخد دقيق، يعني الدقيق من غير ميزان. انا حطيت 4 كوبايات سمنه، وحطيت اللهم صل على النبي يعتبر كيلو ونص لبن، ومعلقه سكر، ومعلقتين 2 سكر، ومعلقه ملح، على قد بقى ان ياخد دقيق. هحط الدقيق ده زي ما قلت لكم كده 4 كيلو. استنى بقى، لما كده خلصت اهي. بصوا خدت يعني ايه، خدت حوالي 3 كيلو دقيق، الكيلو ونص لبن وال4 كوبايات سمنه خدوا 3 كيلو دقيق. بصوا كده لميتها كلها اهو، ما عادش في حاجه خالص، وعجنتها بصوا طريه وحلوه ازاي، ولا بتمسك في الايدين ولا اي حاجه. تعجنيها من عجينتها ما تمسكش في الايدين خالص، وطريه وحلوه اهي كده بقى. خلصت اهي. اشيل ده بقى بجنب هنا، واجيب الصينيه نضيفه، اخد عليها كده حبه دقيق ارشهم كده، عشان اللي اقطعه بقى ايه ما يلزقش. خد ايدي اقطع بقى، التقطيعه بقى اللي تعجبك، بس التقطيعه المظبوطه علشان تبقى الرايه بتاعتها طريه وحلوه، ما تبقاش صغيره وترققيها تقوم تنشف. اقطعه بقى كده اهو، هلمها كده علشان ايه ما تبقاش مشققه كده ومفشوله كده وشكلها مش حلو كده. بصوا بقى، واحده كبيره وواحده صغيره، يعني ما يبقاش كله مقاس واحد بالظبط، عشان ايه انت مش بتوزنيه ولا بتعايريه، انت بتقطعي كده بقى ايه، مش هتفرق اهو. قطعت الصينيه دي كلها بقى على قد ما تاخد كده. قطعتوها اهو. بصوا ملا الصينيه 3 كيلو دي، مالوا الصينيه دي، والحبه الكام واحده اللي في الطبق البلاستيك ده. هجيب بقى اللي انا ايه عملته، قطعته كده في الاول. بصوا ارتاحي ازاي. هجيبه بقى وهمسح الترابيزه دي بس الاول بحته في حته هنا كده،
باخد زي ما قلت لكم اللي اتقطع ده الاول، اجيب من المتقطع الاول كده واجيب منها تاني. عايزه تعملي بقى كام واحده؟ 3 4 اللي يريح. اهو وبططه كده ايديا بيبقى بس عمل ايديا فيها حاجه دقيق. اللي وصل معايا بقى لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر. اهو بصوا بقى كده، هو ده بقى رقاق النص تبسيط، لا تخين قوي ولا رقيق قوي. اهو يبقى ايه طري كده. اهو عايزه تسويه على الطاسه سويه في الطاسه، في حله سويه اللي يعجبك. اجيب بقى كده برضو رشه دقيق صغيره كده ايه على الصينيه عشان ايه ما يمسكش، عشان هبططه كله وارجع اسويه كله. اهو كده وارصه تاني كده واخد برضو اللي ارتاح زي ما وريتكم كده. اهو واعملوا بقى بطاطه كله بنفس الوضع ده كده. خلصت تبطيط اهو. بصوا كده بقى حبطت في الصينيه دي اول صينيه اللي هحط اسويها. بصوا لا لزق ولا اي حاجه اهو، بصوا ما شاء الله عليه. ورصيت الصينيه الثانيه الاخرى اهو زي ما انتم شايفين كده، وخلصت. اقوم بقى اولع الفرن. لو ما فيش عندك فرن سويه على الطاسه عادي، على فوق على وش البوتاجاز بيتحط، او في فرن البوتاجاز بيتحط كده واحده كده في قلب الصينيه، وبترجعي تقلبيها تاني بيحمر وبيبقى زي الفل. اقوم بقى اولع الفرن عشان اسويه. بصوا بسوي اهو اللهم صل على النبي. وقلت لكم اللي عنده بوتاجاز بيسوي على ان البوتاجاز عادي، بس الفرن بتاعي ده علشان صغير ما بياخدش الا 3 4 كده يعني، ما هوش كبير. وبصوا بسم الله ما شاء الله الرقاق اهو، بصوا شكله عامل ازاي وطري وعامل ازاي. بصوا كده، بصوا بيتقطع منه نفسه كده. بصوا ارضيته اهو، بصوا الارضيه كده من الوش حاجه كده حلوه وطعمها حلو قوي. تاكل بجبنه، تاكل بعسل، يعني بجبنه حادقه، بجبنه بيضاء، اللي انتوا عايزينه. بصوا كده. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، الرقاق الحلو كده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. وتفضلوا بقى كلوا رقاق معانا، واشوفكم على خير ومع